إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل في بعض الأحاديث في بعضها، ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتظهر الفتن. وجاء أيضا عن أبي هريرة وعن أبي موسى وابن مسعود بنحوه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. ورفع العلم يكون بقبض أهله مع زهد الأحياء في طلبه وتحصيله والعناية به. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينتزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية للبخاري: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فمن أشراط الساعة وعلاماتها قبض العلم وموت أهله وانشغال الأحياء بغيره والعياذ بالله. فإذا كان الأمر كذلك ثبت الجهل ورسخت جذوره وامتدت وعظم الشر وكثر أهله ودعاته ومروجوه، فيضطر الناس إلى أن ينصبوا أناسا يسألونهم وأن يردوا إليهم مشكلاتهم ومعضلاتهم، فيفتون بغير علم، وإنما يفتون بالرأي والهوى والجهل، فيضلون ويضلون.
فيضلون ويضلون بتلك الفتاوى الزائغة التي لا يؤيدها العلم ولا يؤيدها البرهان من القرآن والسنة وطريقة السلف. ومن ثم يعظم الشر، ومن ذلك يظهر الزنا ويشرب الخمر كما في الحديث، ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. ويكثر البغي والظلم، وتنقض عرى الإسلام كما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة، والعياذ بالله. وهذا شر عظيم أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم. فنرى كثيرا من الناس وكثيرا من الشعوب عمدوا إلى قوانين وضعية ودساتير أرضية وأسلاف وأعراف وعادات وتقاليد مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فيحكمون بها ويتحاكمون إليها ويلزمون المخالف لها ربما بالحديد والنار. وهذا مما يحزن القلب ويدمع العين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ترأس الجهال يحصل الشر، فنرى محاكم في دول الكفر ولكنهم يحكمون بالقوانين، المادة والمادة والمادة، لا آية ولا حديث. وهكذا ترى تقليدا من بعض جهلة المسلمين لأولئك فيحكون بالمواد والدساتير، ولا يكاد أحدهم أن يذكر آية أو حديثا من أول مجلسه إلى آخر مجلسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان بعضهم إذا قيل له أتعتقد أن حكمك بهذه القوانين أفضل من حكم الشريعة أو أنها مماثلة للشريعة أو أنه يجوز لك أن تتحاكم بها، يسكت بعضهم، يسكت. لكن على كل حال لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، والله عز وجل قد قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الفاسقون، والثانية فأولئك هم الظالمون. والتفصيل الذي يذكره السلف ابن عباس ومن دونه معروف، أن من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو أن تلك الأحكام مساوية لحكم الله التي يحكمون بها أو أنها أفضل من حكم الله، فذلك كفر مخرج من الملة. وإن لم يعتقد ذلك فهو كفر أصغر أو فسق أصغر أو ظلم أصغر، لكن هذا يؤذن بشر عظيم، وهذا من نقض هذه العروة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ثبت الجهل ورسخ حصل شر عظيم بالبلاد والعباد، وترأس الجهال وأفتوهم بغير هدى الله وبغير الحق والصواب، فيحصل الضرر والعياذ بالله.
هذا من أشراط الساعة ومن علاماتها. فالواجب علينا وعلى سائر المسلمين أن نقبل على العلم النافع، علم الكتاب والسنة وما يخدمهما من علوم الآلة، حتى نستنير بنور العلم ونهتدي بهدى الله. فالله عز وجل أرسل نبيه بالهدى ودين الحق، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى: وكفى بالله وكيلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالعلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله. فينبغي أن نحرص على الهدى وعلى الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، حتى نظهر وحتى ننصر وحتى نستنير بنور الوحي، بنور الكتاب والسنة، وحتى نستبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فينبغي أن نتذكر، وينبغي أن نراجع الحق، وينبغي أن نحرص على العلم النافع والعمل الصالح، نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ثم عن إخواننا المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الله ومن أرض الله الواسعة، وندعو إلى دين الله وإلى سبيل الله بالبصيرة وبالنور الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي دعا إليه والذي جاء به من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل آمرا النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي أن نعتني بالبصيرة، بالعلم النافع، ونعمل بذلك، وندعو إلى ذلك المسلمين والمنافقين والكافرين ومن استطعنا من عباد الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله المكلفين. قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعتز بإسلامنا وبديننا وبكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونتذكر ما اختصنا الله عز وجل به من العلم النافع والعمل الصالح ومن الملة المستقيمة القويمة على غيرنا بأن جعلنا الله عز وجل مسلمين وجعلنا مؤمنين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. هذا من فضل الله عز وجل علينا، لا بحولنا ولا بقوتنا، والله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فينبغي عباد الله أن نعتني بالعلم النافع، أن نتعلمه ونعلمه أبناءنا ونساءنا ومن استطعنا من عباد الله. وقد أمرنا الله عز وجل بتعلم دينه وبتعلم توحيده
قال الله عز وجل لنبيه وهو أمر للأمة جمعا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالله أمر نبيه أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وهكذا يجب علينا أن نعلم أنه لا إله إلا الله، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم النافع، بتعلم الكتاب والسنة والعمل بذلك، نحقق توحيد الله وعبادة الله على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شببة متقاربون فمكثنا عنده 20 يوما، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا فقال: ارجعوا إلى أهاليكم ومروهم وعلموهم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الزيادة تفرد بها البخاري عن مسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام عند أن رأى هؤلاء الشببة وقد استفادوا خيرا وعلما في هذه المدة أمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم ويعلموهم مما علمهم الله. فمن أكرمه الله عز وجل بشيء من العلم فلا يبخل على غيره بتبليغ ذلك العلم وبتعليم ذلك العلم وبالدلالة على العلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فينبغي على من أكرمه الله عز وجل بشيء من العلم أن يعمل به وأن يبلغه وأن يدعو إليه وأن يعلمه غيره، وبذلك يثبت العلم أو كثير منه. وقال بعض السلف: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وقد حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على تعلم العلم، على تعلم القرآن، وعلى حفظ ما استطعنا من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فمن أحب أن يكون من الخيار وأن يكون من الأفاضل فعليه بالقرآن، عليه بتعلمه وتعليمه. وأبو عبد الرحمن السلمي الذي روى هذا الحديث عن عثمان قال: هذا الحديث هو الذي أجلسني 40 سنة أعلم القرآن في مسجد كذا وكذا. فامتثل العمل بهذا الحديث فتفرغ لتعلم القرآن وتعليم القرآن. فمن أقبل على القرآن وتعلمه وهكذا ثم علمه فهو من خيار الناس وأفاضل الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، إلا أن الناس يستفيدون من
حديثه الذي يبلغه والذي يدعو إليه والذي ينشره بين الناس. قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فرب حامل فقه يحمله ويبلغه إلى من هو أفقه منه وأشد استنباطا وأعظم استنباطا منه لما يحفظ ولما يبلغ. فالإنسان لا يحتقر شيئا من الخير، أن يحفظ شيئا من العلم ثم يبلغ ذلك العلم ببصيرة، ويكون كلامه من حيث يعلم، ولا يقف ما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنبينا عليه الصلاة والسلام دعا بالنظارة والبهاء والجمال لمن حفظ حديثه حتى يبلغه غيره. فينبغي عباد الله أن نحرص على تعلم القرآن، على حفظه، على تلاوته، على معرفة أحكامه ومعانيه، وهكذا نبلغ ذلك الغير ونعلم الغير ذلك، ونحرص أيضا على حفظ ما استطعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نبلغ ذلك الخير. والأدلة كثيرة في فضل من تعلم الخير وعلمه كما جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك كحديث أبي أمامة وأبي الدرداء في فضل ذلك. وهكذا العلم النافع إن أقبلنا عليه رفعنا الله درجات في الدنيا بحسن الصيت وبالتمكين في الأرض وبحسن السمعة إلى غير ذلك من أنواع الرفعة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا يرفعنا الله عز وجل درجات في الآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن الذين أوتوا العلم يدخلون في جملة المؤمنين إلا أن الله خصهم بالذكر لما أكرمهم الله عز وجل به من الخير عن غيرهم من أهل الإيمان. فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أعلم بعددها وبقدرها وبمنزلتها وبعظمها عند الله سبحانه وتعالى. فسبيل الرفعة الإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك. ولا يستوي العالم والجاهل، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا تستوي عقيدة العالم وعقيدة الجاهل، لا تستوي عبادة العالم وعبادة الجاهل، لا يستوي فهم العالم وفهم الجاهل، لا تستوي مدارك العالم ومدارك الجاهل إلى غير ذلك. لا يستوي نفع العالم على الجاهل أبدا، وإن كان مؤمنا فينبغي أن نحرص على العلم حتى يرفعنا الله. وجاء في مسلم من طريق نافع ابن عبد الحارث أن عمر رضي الله عنه جعله واليا على أهل مكة. فقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة، فخرج إليه نافع بن عبد الحارث إلى عسفان، فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من تركت على أهل الوادي، على أهل مكة؟ قال: مولى من الموالي يا أمير المؤمنين. قال: خلفت عليهم مولى. قال: يا أمير المؤمنين، فإنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
قال خلفت عليهم ابن أبزة مولى، فأقر نافع بن الحارث على تخليفه ابن أبزة على أهل مكة، لأنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. عالم بالفرائض. العلم يرفع صاحبه، العلم يرفع الوضيع ويزيد الشريف شرفا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فخيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا قاموا بهذا الشرط، إذا حققوا هذا الشرط، الفقه في الدين. إذا فقهوا وتعلموا وتفقهوا وتفهموا دين الله وشرع الله يرفعهم الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أعلم الناس، سئل عن أكرم الناس، قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فينبغي العناية بالفقه، فينبغي التفهم لدين الله سبحانه وتعالى حتى يرفعنا الله سبحانه وتعالى من حضيض الجهل ومن حضيض المخالفات الشرعية ومن حضيض ظلمات الجهل وحنادث الضلال إلى نور العلم والهدى والإيمان. وقال الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم: نرفع درجات من نشاء أي بالعلم. فمن أراد أن يرفعه الله وأن يجعله من خيار عباد الله فعليه بالعلم النافع، بعلم القرآن، علم السنة، وما يخدمهما من علوم الآلة. يرفعه الله درجات لا يحتسبها ولا يعرف قدرها ومنزلتها، فذلك عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أكرمه الله عز وجل بالعلم، العلم النافع والعمل الصالح، فقد أراد به خيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن شرطية تشمل الذكور والإناث، الإنس والجن. من يريد الله به خيرا، وخيرا نكر في سياق الشرط تفيد العموم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية في العبد أن يقبل على الفقه في الدين، أن يحرص على الفقه في الدين، أن يحرص على علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومفهوم المخالفة للحديث: من لم يريد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين، ويبقى مشغولا ببطنه وفرجه وشهواته وملذاته، وهو يتقلب في الجهل والجهالات، وهو معرض عن العلم والعياذ بالله. فعلامة الخيرية الإقبال على العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا من فضائل العلم ومن فضل تحصيله وطلبه والحرص عليه أن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين لا يسأمون عن عبادته ولا يستحسرون، الذين هم عباد مكرمون، يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يطلب، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فالملائكة لا تضع أجنحتها لأهل الدنيا ولأهل الرياسات ولكبار القوم إن أعرضوا عن العلم، وإنما تضع أجنحتها لطالب العلم، وإن كان فقيرا نقيرا، وإن كان خالق الثياب دنس الثياب، وإن كان لا يؤبه له، وإن كان ذا طمرين مدفوع بالأبواب، فإن الملائكة تضع أجنحتها له ما دام حريصا على العلم النافع. ما دام حريصا على العلم النافع. ملائكة الله تتواضع لطالب العلم فتضع أجنحتها له رضا بما يطلب. أفلا نرضى نحن بطالب العلم أن يطلب العلم النافع والعمل الصالح؟ وبعض الأولياء والآباء هدانا الله وإياهم إذا وفق الله عز وجل بعض أبنائه للعلم النافع فإنه يحاربه، وإنه يحرص أن يحول بينه وبين العلم، وأنه يحقره ويصغره ولا يجعل له شأنا ولا قدرا. والملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يطلب، وهذا لا يرضى لذلك الطالب أن يطلب ذلك العلم الذي ترضاه الملائكة. وهذه مذمة، وهذه خذيلة والعياذ بالله، أن يحارب الطالب وأن يصد الطالب عن علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي ينبغي والذي يتعين التعاون مع طالب العلم وإعانة طالب العلم على طلب العلم وتعاونوا على البر والتقوى. هكذا يقول الله عز وجل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أعظم العون أن تعين طالب العلم على طلب العلم وعلى تحصيله وعلى حفظه، ويكون ذلك في ميزان حسناته، وييسر الله عز وجل لك رزقك بأدنى سبب تبذله. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي وغيره أن أخوين كان أحدهما يحترم والآخر يجالس النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم عنده يسمع من حديثه. فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، أي لعل الله ييسر لك رزقك بإعانتك لأخيك على طلب العلم. فأنت أيها المسلم وأنت أيها المسلمة إن أنت الطالب على طلب العلم ذكرا كان أو أنثى فييسر الله عز وجل لك رزقك ويدفع عنك شرا عظيما، والله عز وجل في عونك على أمور الدين والدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي أن يعان طالب العلم وأن يشجع طالب العلم على طلب العلم، وأن تهيأ له الأسباب وهكذا. جزا الله خيرا كل من أعان طلبة العلم على طلب العلم بتهيئة المكان وبتيسير أمور طلبة العلم وشؤون طلبة العلم، سواء كانت دولة أو سواء كان راعيا أو كان من المرعيين، وهذا الحديث من الراعي والرعية. فكل من أعان طلبة العلم على طلب العلم أعانه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى، ويسر له أمره ويسر له رزقه بأدنى سبب يبذله.
وهكذا طلب العلم هو الذي يوصلك إلى طريق الجنة ويدلك على طريقها، وهي مقصد الجميع ومأرب الجميع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمن سلك طريقا وسبيلا يلتمس فيها علما نافعا سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا فيه حث عظيم على طلب العلم، فطلب العلم طريق للجنة يدلك على طريقها، ولا يمكنك أن تعبد الله على مراد الله إلا بطلبك للعلم تصحح عبادتك وتصحح عقيدتك وتصحح معاملتك وتصحح أخلاقك وظاهرك وباطنك بالعلم النافع والعمل الصالح. فلا يزهد في طلب العلم إلا شقي ما أراد الله عز وجل به خيرا. طلب العلم هو الذي يبقى بعد موتك. إذا طلبت العلم وانتفعت ونفعت بتعليم، طلبة العلم بتأليف، بغير ذلك من أنواع النفع في هذا الباب، فإن ذلك يبقى لك بعد موتك، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فمما يبقى بعد موتك العلم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها العلم أو علم ينتفع به. وفي هذا الحديث الحث على تعلم العلم النافع، واحذر كل الحذر من تعلم العلم الذي يضرك أو الذي لا ينفعك. فالذي يبقى لك بعد موتك وينفعك بعد موتك هو العلم النافع. فينبغي أن نحرص على العلم النافع، علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما خدم ذلك. وكان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فنبينا عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يرزقه علما نافعا، واستعاذ بالله من العلم الذي لا ينفع، الذي لا يفيدك، الذي لا ينفعك. فكيف بالعلم الضار الذي يضرك ويضر غيرك؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فينبغي الحرص على العلم النافع والبحث عن العلم النافع والبعد كل البعد عن العلم الضار والعلم الذي لا ينفع فقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. ولا تكون غاية أحدنا علم الدنيا فحسب، علم الكفار. قال الله عز وجل عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الله عز وجل: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك مبلغهم من العلم، أن يتعلموا أمور دنيوية بحتة لا تمت للدين بصلة.
وغاية العلوم النافعة الدنيوية أنها فرض كفاية، إذا قام بذلك البعض سقط الإثم عن الآخرين، بخلاف علم الدين، علم العقيدة، علم التوحيد، علم الصيام، علم الحج، علم الزكاة لمن كان من أهل الأموال، علم المعاملة الصحيحة، فطلب ذلك فريضة على كل مسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلم فريضة على كل مسلم، أي العلم العيني الذي لا يسع أحدا جهله، الذي لا يسع أحدا جهله، فينبغي الحرص على العلم العيني الذي لا يسع أحدا جهله. ولنحذر كل الحذر عباد الله من الإعراض عن العلم النافع، فالدنيا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وله شواهد يرقيه إلى درجة الاحتجاج، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. فالدنيا ملعونة مطرودة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وما تبع ذكر الله إما يحبه الله ويرضاه، أو عالما أو متعلما، فكن عالما أو كن متعلما من العالم، مجالسا له، مقتبسا من خيره، من علمه، مما أكرمه الله عز وجل به، كن مستبصرا بالخير والهدى، مجالسا لأهل الخير والهدى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فينبغي مجالسة العالم والاستفادة من علم العالم، وقد هيأ الله لنا مساجد ينبغي أن نجلس فيها وأن نستفيد مما يلقى فيها من خير. هيأ الله عز وجل لنا مساجد في هذه المدينة وفي غيرها من المدن، مساجد يعلم فيها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما يعود نفعه على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا نحرم أنفسنا من الخير ولا نضيع أعمارنا وأوقاتنا في غير ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتسأل عن عمرك، لا سيما مرحلة الشباب وهي داخلة في العمر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالذكر لأهمية الشباب، ولأن مجمع قوة الإنسان شبابه. وهكذا أحدنا إن رزقه الله علما يسأل عن ذلك العلم: أعمل به أم لا؟ أدعى إليه أم لا؟ أعلمه غيره أم لا؟ وعن علمه ماذا عمل به. فينبغي أن نحرص على العلم، وإذا رزقنا الله شيئا منه عملنا به ودعونا إليه وبلغناه ودللنا غيرنا إلى العلم وإلى أهله نؤجر. وما أمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد من شيء سوى العلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. فلا ينبغي أن نقنع باليسير من العلم، بل ينبغي الاستزادة من العلم ودعاء الله كثيرا بطلب الزيادة من العلم، أن يفتح الله عز وجل علينا من فضله، واسألوا الله من فضله. ومن أعظم ما يسأل الله العلم النافع. اللهم ارزقني علما نافعا. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني علما نافعا. أمره الله أن يستزيد من العلم فامتثل هذا الأمر،
فقال اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. هذا دعاء ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يستجيب من العلم فاستجاب، ودعا الله كثيرا أن يرزقه علما نافعا، ودعا الله واستعاذ بالله من العلم الذي ينافس العلم النافع، العلم الضار أو الذي لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع. وأما الدنيا فقد زهده فيها وزهده في أهلها، فقال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى فلا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والأموال والأولاد وحدها لا تغني عن الإنسان شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالغرفات آمنون. فينبغي عباد الله أن نسعى لزيادة إيماننا ولزيادة يقيننا بطلب العلم النافع. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتيان حزاورة، أي قاربنا ونهزنا الاحتلام، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فتعلم القرآن يزيدك إيمانا، وهكذا تعلم السنة يزيدك الله بذلك إيمانا ويقينا وحجة وبرهانا. والانشغال عن العلم بالحرف والأولاد والزوجات يضعف إيمانك، ومجالستك لحلق العلم وحلق الذكر يزيد من إيمانك، كما في حديث حنظلة الغسيل رضي الله عنه أن أبا بكر لقيه في الطريق قال ما شأنك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال ومن ماذا؟ قال إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، أي نراهما رأي عين، يزيد الإيمان عندهم، فكأنهم يرون الجنة فيعملون لها ويرون النار فيبتعدون عنها وعما يقرب إليه. قال ولكن إذا عافسنا النساء والأولاد والضيعات الحرف نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه إنا لنجد الذي تجد. فأتيا النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنك يا حنظلة؟ قال يا رسول الله نافق حنظلة. قال ومن ماذا؟ قال إن إذا كنا عندك فتذكرون بالجنة والنار فكأن رأي عين، وإذا خرجنا من عندك وعافسنا النساء والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر يا رسول الله إننا نجد الذي يجد أو مثل الذي يجد أو كما قال. فقال أبو بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر، أي في حلق الذكر، تدومون على ما أنتم عليه عندي أي بالمجالسة والاستماع مما من حديثي مما عنده من العلم، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي إذا أثقل الإنسان على نفسه بعض الأعمال
علما أو حفظا أو نحو ذلك لا بأس أن يريح على نفسه بشيء من المباح، ثم يعود إلى الخير ويستعيد نشاطه وقوته ويستجد من الخير. ولا ينبغي لطالب العلم أن يقصر في تحصيله، بل ينبغي أن تكون له نهمة ورغبة شديدة حتى يستفيد في وقت مبكر ويفيد غيره وينفع الله به ويكون مفتاح خير ويكون نورا يستضاء به وبعلمه بإذن الله سبحانه وتعالى. فأهل الدنيا لا يشبعون من دنياهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانية، ولو أن له ثانية لتمنى ثالثة. وادي واسع يكفيه ويكفي أهل بلده ومن جاء من صلبهم، لكن يستجيب، لا يقنع بذلك الوادي، يتمنى ثانيا وثالثا وهكذا، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي باليسير أو أن يقصر في تحصيل العلم، وقد هيأ الله عز وجل له أسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحاكم والبيهقي في المدخل من حديث أنس رضي الله عنه قال: منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. ولنحذر كل الحذر من الإعراض عن طلب العلم، كما أنه ينبغي أن نحذر على أنفسنا من الكسل في طلب العلم، من التقصير في تحصيله وفي طلبه وفي حفظه وفي العمل به وفي تبليغه. نحذر كل الحذر من الإعراض عنه. روى الشيخان من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن 3 نفر دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يعلم أصحابه، فأما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وجد فرجة فجلس فيها. وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة. وأما الثالث فأعرض خرج من المسجد. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قال: ألا أخبركم بقصة النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، أي جلس خلف الحلقة وهو على خير، إلا أن الأول أعظم خيرا. وأما الثالث فأعرض الله عنه، خرج فأعرض الله عنه. فاحذر أن تكون ممن أعرض الله عنه، لا تعرض عن علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيعرض الله عز وجل عنك. وإذا أعرض الله عنك وكلك إلى نفسه، ولا يبالي بك أن تهلك في أي وادي. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا وإليكم وسائر المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، والحمد لله رب العالمين. إن بقي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث أنس عند النسائي لعلك ترزق به وبين حديث الأخوين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بأنه أفضل من أخيه لأنه كان يأكل العمل به؟ لا، هذا ليس بحديث،
وإنما هذا الحديث الذي سمعتموه عند النسائي وغيره قلبه بعض العامة فعكسوا. يقول إذا كانت الظروف صعبة ومع الإنسان أسرة كبيرة وإيجار بيت، ماذا يفعل؟ يطلب العلم ويترك من يعول؟ لا يترك من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول من يقوت، لكن يطلب العلم بحسب استطاعته. فما خلقنا الله إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا يمكنك أن تعبد الله على مراد الله إلا بالعلم. فلا بد أن تتعلم العلم العيني، فهو فريضة عليك، العلم فريضة على كل مسلم. واجعل للعمل وقتا وللعلم وقتا، والبركة من الله. وإذا علم الله صدق نيتك هيأ لك الأمر وسهل عليك الأمر ويسر الله لك برزق كثير بسبب يسير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا التوكل على الله يفتح مفاتح الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي فرقت البطون وتروح بطان، قد امتلأت بطونها. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل السبب الشرعي أو المباح الصحيح. فأثبت لهذا الطير سببا، قال: تغدو خماصة وتروح بطانا، فأنت يغدو وسيأتي الله بخير العظيم. فالطير لا يزرع ولا يحرث ويسر الله له برزقه مع توكله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الضعيف الذي لا يزرع ولا يحرث ولا يبني ولا يحفر الآباء، لكن يغدو، تغدو خماصة وتروح بطانا. وهكذا من توكل على الله واتقى الله وحرص على العلم النافع يسر الله له أمره. فاجعل للعلم وقتا وللعمل وقتا، وادعو الله أن ييسر لك سبل طلب العلم والدعوة إليه. قال: هل الإضرابات التي يقوم بها المعلمون في المدارس للمطالبة بحقوقهم مشروعة غير مشروعة؟ الإضرابات ليست مشروعة، وإنما هي تقليد للكفار لأعداء الله. إن كنت ما تقوم به خيرا وعملا صالحا أو يعود نفعه عليك وعلى غيرك فلا تترك هذا العمل، وطالب بحقوقك، مطالبة شرعية ولك ذلك. أما أن تترك العمل والجهة تعدك بأنها ستأتيك بالمرتب بعد كذا لعدم تيسر ذلك، فأنصحك أن تصبر وتستمر في العمل وتحتسب، بإمكانك تنظر لك عملا آخر مع عملك. إن تأخر المرتب بإمكانك أن تستدين، فإذا يسر الله لك الراتب سددت ذلك الدين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما أدنى شيء إضراب 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 إضراب، هذا ما أثر عن السلف، ولا نعلم له دليلا ولا برهانا. يقول: فهل أبي محرم لأم زوجتي؟ لا،
هي أجنبية عنه، لك أن تتزوج بالبنت وأبوك تتزوج بالأم أو العكس. قال ابن تيمية رحمه الله: نساء الصهر كلهن حلال إلا 4 أصناف: حلائل الآباء، والمراد بالحلال الزوجان، وحلائل الأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن أي الربائب، وما عدا ذلك فحلال. فأبوك ليس محرما لأم زوجك. قال: هل ثبت أن الإمام زيد بن علي كان يسترسل في الصلاة؟ يقول يرسل يد الصلاة. وما حال أبي خالد بن بغداد الراوي عن الإمام زيد بن علي أهل السنة؟ فالكلام هل مقدم على بقية الصحابة من السنة. لم يثبت عن الإمام زيد أنه أرسل يديه، بل ثبت عنه قبض بيمينه على يساره والضم. هذا الذي ذكر. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة. هذا دليل عام. جاء ما يخصه في حال الركوع: تضع اليدين على الركبتين. في حال القعود تضع يديك على ركبتيك أو على فخذيك. وما عدا ذلك تضع اليمين على اليسرى. جاء في البخاري في حديث سهل بن سعد: كان أحدنا يؤمر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على ذراعه اليسرى، أو كما جاء في الحديث. وأما ما شهر عن بعض العامة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضام وأرسل، هذا ليس بصحيح. ما نقل عنه الإرسال أبدا ولا ثبت عنه، وإنما ضم في الصلاة، قبض بيمينه على شماله. وهناك رجل بلغ من السن 60 سنة، كان يرسل يديه. قال له قائل: ما لك يا عم فلان ما تقبض يمينك على شمالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضام وأرسل. قال: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. وأنت تضم وترسل؟ قال: ضم أرسل. قال: يا رجل قد أرسلت 60 سنة، ضم بقية عمرك على حد ما اعتقد. وبعضهم يقول: الضام وأرسل وما يضم. فأنا كله الله المستعان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الآية التي بعدها أردت. لا، التي بعدها أردتها. تفضل. لقد كان لهم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. أردت هذه. يقول السائل: أنصح إخواني طلبة العلم أن يلازموا مساجد السنة.
وأن يستفيدوا من إخوانهم، وأن يتحروا الحق في دقيق الأمور وجليلها حتى يمكنهم الله وينفعهم الله وينفع بهم، ولا يلتفت يمنة ولا يسرى. فالحق يحقه الله، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومن حرص على الحق مكنه الله ونصره وأظهره، فما أظهر الله عز وجل الطائفة المنصورة إلا بتحريها للحق. ونسأل الله عز وجل أن يمكن للحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله. الله أغير على دينه وعلى دعوته وعلى عباده. يقول: متى بدأ الخلاف في العقيدة؟ وهل هناك خلاف بين الصحابة في العقيدة؟ وماذا تفسير وماذا عن تفسير ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال يكشف عن قوة؟ الخلاف أن اشتهر وانتشر بعد القرون المفضلة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام برز رئيس المنافقين، وهكذا ظهر الخوارج أكثر في زمن علي رضي الله عنه. وإن وجد خلاف يعني ليس في أصل المسألة وإنما في بعض الفرعيات فيها. عند السلف العقيدة مجمع عليها. يقول: سمعنا كلاما على شيخنا يحيى وتشبيه أنه يتكلم عن الأنبياء وأنه يستنقص من حقهم، فما صحة ذلك؟ هذا الكلام ليس بصحيح. يعني ومن يرميه بذلك يظلم نفسه. وشيخنا يحيى معلوم يعني بطريقته ومنهجه غير على منهج السلف وعلى السلفيين وحبه لهم. وقد بينت هذه المسائل وهذه البيانات وهذه الردود مشهورة في الشبكات. الله المستعان. يقول: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة خلاف السنة؟ جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة الحمد لله رب العالمين، وفي خارج الصلاة لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، في بعضها يسر بسم الله الرحمن الرحيم. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.